اليوم نديرو لكم الدبارة البسكرية الأصلية لتهبل. عندنا 500 غرام حمص منقوع، 500 غرام فول يابس منقوع ليلة كاملة، ثوم، ورق رند، ملح، كمون وطماطم هريسة، دبشة، زيت زيتون، فلفل حار وليمون. نغسلو الحمص والفول ونحطوهم في الكوكوط مع الثوم، الرند، الملح وكمون، ونغمرهم بماء سخون. نخلوهم يطيبوا مليح حتى يتفلق الحمص ويولي طري بزاف. نحضروا الدرسة، طماطم تاع بايض، هريسة، ثوم، دبشة، زيت زيتون، كمون، كروية وفلفل حار. نخلطوهم مليح حتى يولي عندنا صوص حار ومعمر بالنكهة. نزيدوا الحمص والفول سخونين مباشرة فوق الدرسة، هذا هو السر. نخلطوا مليح باش يتشربوا النكهات كامل ويولي القوام بنين. نقدموها سخونة ونزيدوا زيت زيتون، ليمون ودبشة، حاجة تشهي. الدبارة البسكرية الأصلية إذا بردت ماشي كيف كيف، لازم تاكلها سخونة.